بعنوان عوامل قيام الحضارة. يعني ايه عوامل قيام الحضارة؟ يعني هي الحاجات اللي ساعدت على قيام الحضارات. كنا احنا خدنا في الدروس اللي فاتت حضارات شرقية وحضارات غربية. الحضارات الشرقية زي مصر وزي المناطق وزي العراق، اليمن، بلاد فارس، دي اسمها الحضارات الشرقية عشان في ناحية الشرق. الحضارات الغربية زي اليونان وزي الرومان. بنشوف مع بعض بقى ايه هي الحاجات اللي كانت موجودة في مصر خلت مصر متقدمة زمان. ايه هي الحاجات اللي كانت موجودة في الفينيقيا خلت الفينيقيا بقى عندها حضارة وعندها تقدم. ايه الحاجات اللي موجوده في اليونان والرومان خلت الحضارات ديت تقوم او يحصل تقدم في الدول دي. تمام. بالنسبه لعوامل قيام الحضاره احنا معانا ست. معانا حاجه اسمها الانهار، موقع الجغرافي، اعتدال المناخ، عدم وجود حواجز طبيعيه، ووفره الثروات المعدنيه، وكفاح الانسان. اول حاجه وهي الانهار. الانهار تعتبر هي السبب الرئيسي في استقرار الانسان. الانسان لما كان عايش في الصحراء كان عايش حياه اسمها حياه التنقل والترحال. اول لما استقر ولقى الانهار وتعلم الزراعه، من هنا بدأت الحضارة. وخدنا الكلام ده في الدرس الأول خالص، لكن إن الإنسان عرف الزراعة لما عرف الاستقرار واستقر جنب الأنهار. طب مين بقى من الحضارات اللي قدامنا ديت ظهر عندها أنهار؟ حضارتين اتنين، حضارة مصر وحضارة العراق. نعم. لا، الاستقرار لما نزل جنب وادي النيل واستقر جنبه، إنما طول ما هو في الصحراء ما كانش في استقرار. إيه؟ وعارف الزراعة بعد كده عرف الاستقرار. تمام. اول عامل من عوامل قيام الحضاره هو الانهار. الانهار زي مين؟ قال لك زي نهر النيل اللي موجود عندها في مصر، وزي نهري دجله والفرات اللي موجودين في العراق. ادي نهر النيل اهوت، ده موجود في مصر. وفي نهرين عند العراق اهوت، واحد في الشمال وواحد في الجنوب. اللي في الشمال اسمه نهر دجله، واللي في الجنوب اسمه نهر الفرات. فاستقرار العراقيين جنب نهر دجله والفرات ادى الى قيام الحضاره العراقيه، واستقرار المصريين جنب نهر النيل ادى الى قيام الحضاره المصريه. وهنا ممكن نقول ان في وجه شبه ما بين مصر وما بين العراق، وهي ايه؟ قال لك السهول الفيضيه او البيئه الفيضيه. لأن قيام الحضارة المصرية دي حضارة زراعية، أدى إلى قيام الحضارة المصرية اللي هو تعلمهم الزراعة أو وجود نهر النيل. نفس الكلام هناك في العراق. يبقى وجه الشبه ما بين قيام حضارة العراق والحضارة المصرية هو وجود الأنهار أو البيئة الفيضية أو السهول الفيضية أو الاستقرار جانب الأنهار. طيب رقم اثنين هو الموقع الجغرافي. يعني الموقع الجغرافي يعني موجود الحضارات ديت في وسط قارات العالم. لو جينا بصينا كده مثلا على مصر وفينيقيا والعراق وفارس واليمن واليونان والرومان، لو جينا بعدنا كده بالخريطه ديت، عندك الكره الارضيه هي القارات دي موجوده في النص هنا كده، يعني اوروبا هنا، افريقيا تحت هنا، واسيا النمال. هم يعتبر موجودين في وسط الكره الارضيه، يعني مش موجودين مثلا على الاطراف هنا او هنا او هنا. امال ايه؟ لا، ده موجودين في الوسط. فده بنسميه الموقع الجغرافي الايه؟ المتوسط. لو حد جاي مثلا من الغرب رايح للشرق بيعدي عليه، لو حد جاي من الشرق رايح للغرب بيعدي عليه. فموقعهم المتوسط ادى الى اتصالهم ببعضهم وبالتالي قيام ايه؟ الحضاره. طيب رقم ثلاثة هو اعتدال المناخ. المناخ لما بيبقى معتدل بيؤدي الى يقظة عقل الانسان. الانسان بيبقى عنده نوع من الرفاهيه او عنده نوع من النشاط لان المناخ معتدل. انما لما الدنيا تبقى حر ابدا اهبط، انا ماليش نفسي اني اشتغل اصلا. لو الدنيا ساقعه يعني بتكتك مش هيعرف اشتغل، صح ولا لا؟ انما المناخ لما يبقى معتدل ده بيؤدي الى يقظه عقل الانسان ونشاط الانسان. وبسبب وجود الحضارات دي حوالين حوض البحر المتوسط ادى الى قيام تلك الحضاره، لان المناخ هناك مناخ معتدل. خلي بالك ان مصر وفينيقيا واليونان والرومان الاربع دول دولت بنسميهم حضارات حوض البحر المتوسط. عشان ممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه هو جه شهر مصر وفينيقيا واليونان والرومان، تقول لي هم الثلاثه بيطلهم على مسطح مائي واحد اللي هو ايه؟ اللي هو البحر المتوسط. الاربع حضارات دولت او الاربع دول دولت وجه الشبه ما بينهم وهو ان هم كلهم بيطلوا على مسطح مائي واحد اللي هو البحر المتوسط، فبنسميها حضارات حوض البحر المتوسط. تمام؟ يبقى ده كده بالنسبه للجزئيه بتاعت مين؟ اعتدال المناخ. رقم أربعة بقى هو عدم وجود حواجز طبيعيه كبيره ما بين الحضارات. تقول لي ازاي يعني؟ مصر وفينيقيا او مصر واليمن او مصر والعراق في بحر احمر اهو. اقول لك بس اسمه بحر ما اسموش محيط. المحيط ده يعتبر حاجز طبيعي كبير. عندك مثلا مصر واليونان، تقول لي ما في بحر متوسط. البحر المتوسط ده اصلا لا يعد حاجز طبيعي كبير. بنتكلم الحواجز الطبيعيه الكبيره اللي هي محيطات، يعني مفيش مثلا محيط كبير يبعد مصر عن فينيقيا او مصر عن العراق او مصر عن اليمن او مصر عن بلاد فارس او مصر عن اليونان او مصر عن الرومان. بسبب عدم وجود حواجز طبيعيه ما بينهم
ده ادى الى زياده الاتصال ما بينهم وما بين بعض. تلاقي مصر بقى تبعت قوافل لافريقيا علشان تبيع وتشتري معاها، افريقيا تبعت علماء عندنا علشان يتعلموا مننا، وهكذا. يبقى عدم وجود حواجز طبيعيه ادى الى زياده الاتصال ما بين الحضارات. ليه؟ عشان ما فيش حاجز. لو في حاجز دلوقتي ما بيني وما بين واحد واقف بره، انا هنا مش هعرف اوصل له. طب لو ما فيش حاجز، لا هنعرف نروح ونعرف نيجي وهكذا. تمام؟ طيب بعد كده قال لك وفره الثروات المعدنيه. هي ايه الثروات المعدنيه ديت؟ الثروات المعدنيه اما بتكون معادن، اما بتكون صخور او احجار. يعني دلوقتي لو قلت لك الحضاره المصريه القديمه، ايه اول حاجه تيجي في دماغك؟ الاهرامات. طب الاهرامات دي معموله من ايه؟ معموله من صخور ومعموله من احجار. طيب المعادن برضو مثلا بدا ان هو يستخدمها، فعمل منها سيوف ودروع، وعمل منها اواني. الحاجات دي كلها كان بيستخدمها. عمل منها كمان تماثيل. فده كلها تؤدي الى ظهور عظمه الحضارات اللي قدامنا دي كلها، وده كان عامل من ضمن عوامل قيام حضاره العالم كلها. اخر حاجه بقى وهي كفاح الانسان. الانسان موجود في كل الحضارات. الانسان موجود في كل الحضارات. فممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ يقول لك يعد العامل المشترك ما بين قيام كل الحضارات. اللي موجود في كل الحضارات يقول لي كفاح الانسان. هتقول لي ليه ما اخترتش الانهار؟ هقول لك الانهار موجوده في مصر والعراق، بس مش موجوده في نقي، ولا موجوده في اليمن، ولا موجوده في بلاد فارس. يبقى معنى كده ان العوامل ديت مش شرط ان هي تكون في كل الحضارات، لا، ممكن يكون عامل موجود في حضارتين ثلاثه، عامل تاني موجود في حضاره معينه ومش موجود في الثانيه، انما اللي موجود في كل الحضارات هو كفاح مين؟ كفاح الانسان. يعد العنصر الايجابي لقيام كل الحضارات، او العامل المشترك لقيام كل الحضارات، هو كفاح مين؟ كفاح الانسان. الكلام ده فيه مشكله؟ يبقى احنا خدنا مع بعض 6 عوامل لقيام حضاره العالم القديم. الانهار قلنا زي مصر وزي العراق، وقلنا مصر والعراق هما الاثنين وجه الشبه بينهم وجود الانهار او السهول الفيضيه او البيئه الفيضيه. خدنا كمان الموقع الجغرافي ان هم قريبين من بعض، فده ادى الى زياده الاتصال والتاثير والتاثر ما بين الحضارات. واعتدال المناخ ده ادى الى زياده يقظه وعقل سكان تلك الحضارات، فادى الى بناء الحضاره. واخر حاجه عدم وجود حواجز طبيعيه برضه ساعد على الاتصال. فخلي بالك احنا ممكن نقول هنا ان الموقع الجغرافي وعدم وجود حواجز الاثنين دولت شبه بعض في توفير التواصل الحضاري ما بين الحضارات. يعني الموقع الجغرافي ان هم قريبين من بعض، وعدم وجود حواجز تمنعهم ان هم يتصلوا مع بعض، وجه الشبه ما بينهم ده ساعد على الاتصال، وده ساعد على الاتصال، ده ساعد على التواصل، وده برضه ساعد على التواصل. وفرة الثروات المعدنية ودي تعتبر هي السبب الرئيسي لوجود واظهار عظمة الحضارات اللي قدامنا. واخر حاجة كفاح الانسان، قلنا ده يعد العامل المشترك لقيام كل الحضارات اللي قدامنا. الكلام ده فيه مشكلة؟ كله تمام؟ طيب احنا كده اتكلمنا على ايه هي العوامل اللي ساعدت على قيام الحضارات كلها. احنا بالنسبه لنا عشان مصريين فهنتكلم على عوامل قيام الحضاره المصريه بس لوحدها. بص معايا لما دي كده لما جينا بصينا على الحضاره المصريه لقينا في عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. العوامل الطبيعيه زي نهر النيل، وبعد كده الموقع الجغرافي، بعد كده الثروات المعدنيه، بعد كده الحدود الطبيعيه والمناخ، دي اللي بنسميها العوامل الطبيعيه. العوامل البشريه اخر حاجه وهي كفاح الانسان. هتقول لي ما هو اللي هنا هو اللي موجود هنا. اقول لك بس الفرق ان انا هنا كنت بتكلم على حضارات العالم القديم، يعني كنت بتكلم على مصر والعراق وفينيقيا واليونان والرومان، كنت بتكلم على الحضارات كلها. انما هنا بتكلم على مصر بس. تمام؟ طيب بنشوف مع بعض بقى كده عوامل قيام الحضاره المصريه. الحضاره المصريه فيها عامل اساسي وطبيعي لقيام الحضاره وهو نهر النيل. فاكرين القصه لما الانسان كان عايش في الصحراء، حياه اسمها حياه التنقل والايه؟ والترحال. طيب وبعد كده قال لك الانسان نزل لوادي النيل، وبعد ما نزل لوادي النيل تعلم الزراعه، بعد كده تعلم الاستقرار. وقلت لك لما عرف الزراعه وعرف الاستقرار ادى الى بناء الايه؟ الحضاره. فيعد العامل الرئيسي والطبيعي العامل الطبيعي ما بين قوسين كده الرئيسي لقيام الحضاره المصريه، تقول لي مين؟ نهر النيل. يبقى السبب الرئيسي لقيام الحضاره المصريه هو استقرار الانسان جنب نهر النيل، ونهر النيل هو اللي ساعد على قيام الحضاره المصريه. طيب بعد كده يقول لك نهر النيل ده هو علم المصريين العديد من القيم. علم المصريين العديد من القيم والمبادئ زي ايه؟ قال لك والله رقم واحد وهي حاجه اسمها الوحده والتضامن. نهر النيل وحد المصريين، خلى المصريين كلهم يتوحدوا مع بعض. ليه؟ لان نهر النيل كان سبب في وجود مشكله بتواجه كل المصريين، وهي ايه؟ وهي فكره الفيضان. نهر النيل لما كان بيجي بفيضان، فكان بيغرق كل المناطق اللي حوالين نهر النيل،
ففي ناس طبعا قاعدين جنب نهر النيل هنا وبانيين المساكن بتاعتهم وبيزرعوا وحاجات زي كده. طب الفيضان لما كان بيجي كان بيغرق الناس دول كلهم، فطبيعي كان لازم المصريين يتوحدوا مع بعض علشان يواجهوا الفيضان ده. فهنا ممكن يجي لك سؤال ويقول لك ايه؟ يقول لك مواجهة المشكلات هي تعتبر واجب على كل أفراد المجتمع. ده يعتبر أو بيمثل أنهي قيمة من قيم نهر النيل؟ تقول الوحدة والإيه؟ والتضامن. لما بتحصل مشكلة كل الناس بيتحدوا مع بعض علشان يحلوا المشكلة دي. واديتكم مثال قبل كده قلت لك لو انت لا قدر الله مثلا دلوقتي روحت البيت لقيت في حريقه في بيت من البيوت اللي موجوده عندكم في الشارع، هتروح تساعد الراجل ولا تقعد تتفرج؟ هتقول له هتتفرج، صح ولا لا؟ يا هو يا حبيبي لو سيبنا الراجل ده بيته يولع هيمسك البيت اللي جنبه، هيمسك البيت اللي جنبه لحد ما يجي عندكم، ده بيتكم هيبقى هو اللي عليه الدور. ايه؟ لا بس على الاقل بنساعد، على الاقل بنساعد ان احنا نطفي البيت ده، لان احنا لو سيبناه هيجي علينا الدور والبيت بتاعنا هيولع، صح ولا لا؟ هقول لك على حاجه حلوه، هقول لك على حاجه جميله قوي. لو برضه روحت البيت لقيت الشارع بتاعك كلته مليان ميه، تعملي ايه؟ مش الشارع كلته لازم يتوحد مع بعض عشان يحلوا المشكله ديت؟ لا هتعرفي تخش بيتك ولا هتعرفي تطلعي من البيت. ليه؟ علشان الميه موجوده في الشارع، فلازم الشارع كلته يتوحد عشان يحل المشكله دي، لان المشكله ديت ما هيش بتواجه محمد ولا احمد ولا مصطفى بس، لا ده بتواجه الشارع كلته. فاذا ما كناش نتحد مع بعض عشان نحل المشكله ديت هنخلينا غرقانين، لا انت هتعرف تخش بيتك ولا انا هعرف اخش بيتي. تمام؟ فنهر النيل لما كان بيجي الفيضان لما كان بيغرق ما كانش بيغرق محمد بس ولا احمد بس ولا محمود بس، كان بيغرقنا كلنا. فكان لازم المصريين يتوحدوا مع بعض ويعملوا بقى مثلا سدود، يعملوا مثلا ترع، يعملوا قناطر، يعملوا حاجات مشاريع على نهر النيل علشان نهر النيل لما يجي ما يغرقهمش. فهمنا الفكره؟ تمام؟ يبقى نهر النيل اول قيمه علمها المصريين وهي الوحده والايه؟ والتضامن. رقم اثنين، النهر النيل علم المصريين حاجه اسمها التكامل والتكافل او التكافل والتكامل. يعني ايه؟ يعني بنساعد بعض. ازاي؟ قال لك نهر النيل ده هو بينحدر معانا من الجنوب الى الشمال. يعني ايه بينحدر من الجنوب للشمال؟ اقول لك انا، بص معايا كده. مصر بالنسبه لنا السطح بتاعها عامل كده، ادي الجنوب اللي هو بنسميه الوجه القبلي او الصعيد، والنماد اللي هو الشمال اللي احنا بنسميه الوجه البحري او الجزء الشمالي يعني. طيب الميه طبيعي بتمشي معانا من المنطقه المرتفعه للمنطقه الايه؟ المنخفضه. يعني دلوقتي ميه هي بص اللي يحصل، بص هتنزل لتحتها. فنهر النيل بينحدر من الجنوب لفين؟ للشمال. لو في مركب جايه من الجنوب وهتروح للشمال اللي هيساعدها على كده هو انحدار نهر النيل، صح؟ طب لو عايز تمشي العكس اللي هيزق، هننزل بقى من المركب وننزل في الميه ونقعد نزق في المركب؟ لا، بتيجي رياح اسمها الرياح الشماليه بتبدا ان هي تنفخ في الايه؟ بص لو هو كبير شويه. لو جبنا حاجه خفيفه شويه او المركب لما تيجي الرياح الشماليه تبدا ان هي تزق المركب فتتجه من الشمال الى الجنوب. يبقى معانا دلوقتي الفكره ان لو المركب جايه من الجنوب وراح للشمال اللي هيساعدها على كده هو انحدار النهر. طيب لو من الشمال رايح للجنوب، لا الرياح اسمها الرياح الايه؟ الشماليه. في رياح بتيجي من ناحيه الشمال كده يقوم جاي فاتحين الشراع بتاع المركب، فالمركب تتجه من الشمال رايحه لفين؟ رايحه للجنوب. هتلاقي ان المحاصيل الصيفيه بتكون موجوده في الجنوب ومش موجوده في الشمال. المحاصيل الشتويه بتكون موجوده في الشمال ومش موجوده في الجنوب. يعني مثلا بتوع الشمال عندهم قمح علشان محصول شتوي، وبتوع الجنوب عندهم ذره عشان محصول صيفي. طب دولت ما عندهمش ذره ودولت ما عندهمش قمح، فبيعملوا ايه؟ فبيبدلوا مع بعض بقى عن طريق مين؟ عن طريق نهر النيل. فاحنا بنبدل مع بعض، فده بنسميه التكافل والايه؟ والتكامل. ان انا بساعدك يعني بديك محصول ما هوش عندك وانت بتديني محصول ما هوش عندي، فده بنسميه التكافل والايه؟ والتكامل. اخر حاجه وهي التواصل فيما بينهم، لما الشمال بيتصل مع الجنوب عن طريق نهر النيل فده ساعد على التواصل فيما بينهم. وده كان اول عامل من عوامل قيام الحضاره المصريه هو نهر النيل. يبقى نهر النيل رقم واحد كان سبب رئيسي لقيام الحضاره المصريه، وخلي بالك ده سبب طبيعي. السبب الطبيعي والرئيسي لقيام الحضاره المصريه هو نهر النيل، والسبب الرئيسي ان الانسان المصري القديم يعرف الزراعه والاستقرار هو نهر النيل، والسبب الرئيسي لمعرفه العديد من القيم زي الوحده والتضامن والتكافل والتكامل والتواصل فيما بينهم هو مين؟ هو نهر النيل. واللي وحد المصريين هو نهر النيل. وخلي بالك الحته بتاعت الوحده ديت احنا عارفين طبعا ان اللي وحد مصر كان الملك مينا، صح ولا لا؟ فممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ يقول لك الذي او اي من عوامل قيام الحضاره المصريه ساهم في توحيد المصريين وسبق وحده الملك مينا؟
هتقول له نهر النيل. ليه؟ لان الملك مينا عمل على توحيد المصريين، توحيد مصر كلها وقيام دوله مصر. اللي عمل على توحيد المصريين قبل الملك مينا هو مين؟ هو نهر النيل. خلاص؟ طيب رقم 2 بقى من العوامل هو حاجه اسمها الموقع الجغرافي. مصر موقعها مهم ولا مش مهم؟ مهم طبعا. ليه؟ علشان والله رقم 1 مصر هي لو جينا بصينا لها هتلاقيها موجوده معانا في قلب القارات العالم القديم او ما بين الثلاث قارات اللي هي قاره اوروبا وقاره اسيا وقاره مين؟ وقاره افريقيا. وكمان بتطل على بحرين 2 مهمين اللي هو البحر المتوسط والبحر الاحمر. واللي اتكلم على موقع مصر واحد اسمه جمال حمدان، الراجل ده كان عالم في الجغرافيا. الراجل ده وصف موقع مصر بمقولة جميلة كده في كتابه بنسميه شخصية مصر. كان بيتكلم على مصر وكان بيتكلم على موقعها الجغرافي وكان بيقول إن مصر بتقع في الثلاثية القارية اللي هي قارة أوروبا وقارة آسيا وقارة أفريقيا، وعن طريق نهر النيل مصر بتتصل مع دول مين؟ مع دول أفريقيا. تمام؟ الكتاب بتاع جمال حمدان اسمه شخصية مصر، الكتاب بتاع ويل ديورانت كان اسمه قصة الحضارة، الكتاب بتاع هيرودوت كان اسمه تمحيص الأخبار. ما يتلخفنش ما بين الأسامي بتاعت الكتب دي. طيب يبقى أول حاجة الموقع الجغرافي قال لك منطقة لثلاث قارات ويطل على بحرين مهمين اللي هو البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكلمنا على جمال حمدان وكتابه شخصية مصر. طيب أنا هنا ممكن أقول إن الموقع الجغرافي بنشبهه بنهر النيل من حيث التواصل الحضاري. ليه؟ لأن الموقع الجغرافي دوت ساهم في اتصال مصر بالحضارات اللي حواليها زي المناطق والعراق واليونان والرومان. ليه؟ علشان قريبه منهم كلهم. تمام؟ ونفس الكلام انت واخد التواصل الحضاري في نهر النيل اهو لسه ما اتمسحش، التواصل فيما بينهم. فهنا الموقع الجغرافي ونهر النيل هما الاثنين شبه بعض في التواصل او تحقيق التاثير والتاثر اللي احنا بنسميه بقى ايه؟ اثراء التبادل الثقافي. يعني انا ببادلك الثقافه بتاعتي، بعرفك على الثقافه بتاعتي وانا اعرف الثقافه بتاعتك وهكذا. تمام؟ طيب رقم 3 بقى في العوامل اللي حاجه اسمها الثروات المعدنيه، لسه قايلها لك من شويه. الثروات المعدنيه ممكن تكون معادن، ممكن تكون صخور او احجار. طيب معادن زي ايه؟ قال لك زي الذهب والنحاس والحديد. والاحجار قال لك الجرانيت والرخام والاحجار الكريمه. وخلي بالك ان الثروات المعدنيه تعد اغلى. نعم؟ ما هي الاحجار الكريمه جزء اخضر واحمر وازرق، ما هي احجار. شفت؟ سبحان الله. حد عارف؟ يبقى بالنسبه للجزئيه بتاعت الثروات المعدنيه عندها معادن وعندنا ايه؟ احجار. خلي بالك ان الثروات المعدنيه تعد اغلى الثروات بالنسبه للمصريين. يقول لك اغلى الثروات بالنسبه للمصريين ايه؟ تقول الثروات المعدنيه. والثروات المعدنيه هي اللي اظهرت عظمه الحضاره المصريه. ليه؟ وانا لما اتكلم على عظمه الحضاره المصريه بتكلم على ايه؟ مش بتكلم على اهرامات، بتكلم على معابد، بتكلم على مسلات. ما الحاجات دي كلها معموله من الاحجار، والاحجار جزء من الثروات المعدنيه. لما باجي اتكلم على عظمه الحضاره المصريه بتكلم وليكن مثلا على قناع الملك توت عنخ امون، وده معمول من الذهب. ما هو الذهب من ضمن المعادن، صح ولا لا؟ فيجي لك سؤال يقول لك اي من عوامل قيام الحضاره المصريه ساهم في اظهار عظمه الحضاره المصريه؟ تقول الثروات الايه؟ المعدنيه. يبقى عظمه الحضاره المصريه ظهرت في الثروات الايه؟ المعدنيه. واغلى الثروات بالنسبه لمصر القديم اللي هي الثروات المعدنيه. طيب وايه كمان؟ صلى على النبي. كنت انت واخد في الدرس الثاني حاجه اسمها المصادر الاوليه والمصادر الثانويه. طب هي مش من ضمن المصادر الاوليه حاجه اسمها الاثار؟ فممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ من عوامل قيام الحضاره وادى الى توفير المصادر الاوليه، تقول الثروات الايه؟ المعدنيه. ليه؟ ما عشان المصادر الاوليه اللي هي الاثار، والاثار زي تماثيل واهرامات ومعابد، ما الحاجات ديت من ضمن الثروات المعدنيه. تمام؟ يبقى اللي وفر لي المصادر الاوليه وكانت من العوامل قيام الحضاره المصريه دول الثروات الايه؟ المعدنيه. طيب نيجي بعد كده حاجه اسمها الحدود الطبيعيه. لما جينا بصينا على مصر كده لقيناها بيحدها من الشمال من هنا البحر المتوسط وعندك من ناحيه الشرق ومن ناحيه الغرب حوالين وادي النيل الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه. ومن جنوب مصر حاجه اسمها الجنادل. ايه الجنادل ديت يعني؟ الجنادل ديت عباره عن صخور بتعترض مجرى النهر. يعني انت عندك نهر النيل، وادي النمادي مصر، وادي النمادي النوبه. موجود في النص ما بين مصر وبين النوبه شويه صخور كده. النهر موجود في قلبه هنا صخور صلبه، يعني النهر ما عرفش ان هو يفتتها فبتخليها زي ما هي. الصخور ديت كانت تعد عامل ايجابي وعامل سلبي. يعني كانت حاجه كويسه لمصر وفي نفس الوقت حاجه سلبيه. ازاي؟ حاجه كويسه عشان لو في حد جاي من النوبه
عن طريق المراكب بتاعته، عايز يوصل لمصر علشان يحتل مصر، فده بيعوق الاحتلال ده، او بيمنع الحملات اللي جايه من الجنوب وعايز تحتل مصر، فادى الى توفير رقم واحد الامن والامان بالنسبه لمصر، او زي ما نقول كده حمايه مصر من جهه الجنوب. تمام. طب رقم اثنين، مصر اللي هي بقى لو عايزه تروح تبيع مع اهالي النوبه عن طريق نهر النيل، هل هتعرف تمشي بالمراكب؟ لا. يبقى معنى كده ان ده يعد عامل سلبي، يبقى في عامل ايجابي وعامل سلبي، والحاجه لما يبقى لها عامل ايجابي وعامل سلبي بنسميه سلاح ذو حدين، ايجابي وسلبي. الايجابي هو حمايه مصر من جهه الجنوب، والسلبي اعاقه الاتصال ما بين مصر وبين بلاد النوبه عن طريق نهر النيل. والكلام ده هناخده بعد كده في الحاله الاقتصاديه لما يجي الملك سنوسرت الثالث هيعمل على انشاء انفاق داخل الجنادل. الملك سنوسرت الثالث هيجي بعد كده في عصر الدوله الوسطى هيعمل انفاق جوه الجنادل ديت علشان بتوع مصر يوصلوا مع النوبه ويبيعوا لهم ويشتروا منهم. تمام. دي النقطه اللي انت بتقولي فيها بقى. يبقى عندك كده بالنسبه للحدود الطبيعيه قال لك شمال البحر المتوسط، وعندك الشرق البحر الاحمر، والجنوب الجنادل، وشرقا وغربا ايه؟ الصحاري. فناخد من الحته بتاعت الجنادل ديت اللي هي سلاح ذو حدين، عامل سلبي وعامل ايجابي. طيب نيجي بعد كده بقى على المناخ. المناخ في مصر ثلاثة. مناخ في مصر ثلاثة. مناخ في مصر ثلاثة: معتدل وجاف متنوع. مناخ معتدل وجاف ومتنوع. مناخ معتدل يعني الجو حلو. طب الجو لما يبقى حلو انا بكون مصحصح ومركز في الحصه زي الاستاذه كده. انت مركزه؟ بتنامي عشان الجو مش حلو. شفت بقى؟ انما الجو لو حلو المناخ هيبقى معتدل فيؤدي الى نشاط الانسان ويقظه عقل الانسان. تمام. يبقى المناخ المعتدل بيساعد على يقظه عقل مين؟ الانسان. طب بص كده قال لك والمناخ الجاف. يعني المناخ الجاف يعني قله سقوط المطر. المطر لا يسقط. طب هو المطر لما بيسقط اصلا بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى حدوث حاجه اسمها عمليه التعريه. التعريه وهي ان الميه لما بتنزل على الحاجه بتبدا ان هي تبوش الحاجه دي. يعني مثلا عندك الاهرامات. الاهرامات ديت لو كنا بنيناها في منطقه كل يوم الامطار بتسقط هناك، او يعني امطار شديده وكده، ما كانش زمان الاهرامات دي موجوده لحد دلوقتي. ليه؟ علشان المطر لما بيسقط بيبدا ينحت في الصخور دي او بينحت في الاهرامات دي لحد ما يبقى وش خالص. مش كده؟ صح ولا لا؟ يعني مثلا انت حضرتك اصلا لما الدنيا بتمطر لو انتوا مش عاملين تنده كده فوق السطح اطلع بالمساحه وزق الميه وايه وهنا. مش كده؟ ليه؟ عشان البيت هيبوظ يعني يعني السقف هيبوظ لو سيبنا الميه فوق السقف السقف هيبوظ. طب هنا احنا برضه المصريين عملوا حساب الموضوع ده، قال لك احنا ما عندناش مساحات نمسح الميه هناك، امال نعمل ايه؟ قال لك لا بص بقى احنا نروح عند الاهرامات ديت وبدل ما نبنيها في منطقه فيها سقوط امطار لا احنا نبنيها في الصحاري. ليه؟ علشان مفيش مطر بيسقط هناك او قله سقوط المطر. فقله سقوط المطر اللي هو المناخ الجاف ادى الى ايه؟ ادى الى حمايه الاثار وبقائها لحد دلوقتي. تمام؟ بسبب ان المطر، انت عارف المطر لو كان بيسقط من 7000 سنه في المنطقه ديت ما كانش زمان الاهرامات موجوده لحد دلوقتي، كان زمان المطر كان الاهرامات دي خالص. تمام؟ طيب يبقى انت عندك المناخ الجاف ادى الى حمايه وبقاء مين؟ الاثار المصريه. طب ثواني بقى كده عشان في نقطه مهمه قوي. قال لك حمايه وبقاء مين؟ الاثار. طب مش الاثار ده مصدر اولي؟ صح؟ يبقى يجي لك سؤال ويقول لك العامل الذي عمل على حمايه المصادر الاوليه تقول لي المناخ الجاف. طب اللي وفر لي المصادر الاوليه الثروات المعدنيه. فهمنا؟ يبقى توفير المصادر الاوليه يبقى الثروات المعدنيه. طب حمايه المصادر الاوليه تقول لي المناخ الايه؟ الجاف. الكلام ده فيه مشكله؟ كله تمام. طيب اخر حاجه بقى هو المناخ المتنوع. والمناخ المتنوع ساعد معايا على تنوع المحاصيل الزراعيه. لو انت عندك المناخ درجه حراره فيه منخفضه يبقى عندك محاصيل شتويه، طب لو درجه حراره مرتفعه يبقى المحاصيل اللي عندك محاصيل صيفيه، وهكذا. يبقى بالنسبه لنا على حسب المناخ، المناخ متنوع يبقى درجه حراره منخفضه محاصيل شتويه، درجه حراره مرتفعه يبقى محاصيل صيفيه. بالنسبه لنا احنا عندنا في مصر المناخ كان متنوع. في الجنوب درجة الحرارة مرتفعة، وفي الشمال درجة الحرارة منخفضة، فده ادى الى ايه؟ تنوع المحاصيل الزراعية. اللي في الجنوب هتلاقيهم بيزرعوا ذرة، واللي في الشمال هتلاقيهم بيزرعوا قمح، فده ادى الى تنوع المحاصيل. طب ما هو اللي الجنوب هيروح يودي للشمال فده هيؤدي الى تبادل المحاصيل ما بينهم وبالتالي ازدهار التجارة الداخلية. صح ولا لا؟ يبقى انت عندك دلوقتي المناخ المتنوع ادى الى تنوع المحاصيل الزراعيه، وتنوع المحاصيل دوت ادى الى تبادل المحاصيل ما بين الشمال وما بين الجنوب
فبالتالي احنا بنقول هنا ان تنوع المناخ ادى الى تنوع المحاصيل، وتنوع المحاصيل ادى الى ازدهار التجاره الداخليه. بتاع الشمال بيبدل مع الجنوب، وبتاع الجنوب بيبدل مع الشمال. الكلام ده في مشكله؟ كله تمام. طيب اخر عامل بقى هو كفاح الانسان، وده من ضمن العوامل البشريه. الانسان، تخيل معايا كده مصر موجود فيها نهر النيل، وموجود فيها ثروات معدنيه، وموجود فيها الموقع المتميز، وفيها كل حاجه، بس ما فيهاش انسان. حضرتك لا. فاكرين هيرودوت؟ هيرودوت خدناه في الدرس بتاع مصادر دراسه الحضاره ان هو زار مصر. قلت لك عامل زي الرحال كده، بيكتب عن كل بلد يزورها. كان عامل كتاب اسمه تمحيص الايه؟ الاخبار، وكان خاصص الجزء الثاني منه بيتكلم فيه عن مصر. اهو الراجل ده لما راح يزور مصر، لقى في نهر النيل موجود في مصر. كان بيتكلم على مصر وجغرافيتها ومدنها. جغرافيتها دي بقى اللي هو نهر النيل. اعجب جدا بنهر النيل لدرجه ان هو كان عايز يعظم ويفخم في نهر النيل. فقال لك ايه؟ مصر هبه النيل. يعني ايه؟ لولا وجود نهر النيل لما قامت الحضاره المصريه. فطبعا الناس بدات تلومه. ايه يا عم، لولا وجود نهر النيل لما قامت الحضاره المصريه دي؟ طب خلي نهر النيل موجود بس ما فيش مصريين، الحضاره هتقوم؟ لا طبعا. فهنا عدلنا المقوله بتاعته وقلنا له مصر هبه النيل والايه؟ والمصريين. المفروض تحط كلمه المصريين مع نهر النيل، عشان نهر النيل لو موجود وما فيش مصريين ما كانتش قامت الحضاره. لولا كفاح المصري القديم لما قامت الحضاره الايه؟ المصريه. وده كان اخر حاجه، وهي كفاح الانسان، ومن ضمن عوامل قيام الحضاره الايه؟ المصريه.